الدنمارك هي بلد صغيرة فيها حوالي 6 مليون نسمة، وعاصمتها الجميلة كوبنهاجن. Copenhagen is a prominent tourist destination. هي دي المنارة يا جماعة، اتبنت 1962 ودي أطول منارة في شمال أوروبا. إن أنا ماشي يا جماعة دلوقتي على رملة هي أنعم رملة في العالم. ميزة رقم 1، التعليم والصحة والدراسة حاجة من أجمل ما يمكن في الدول الإسكندنافية، وبتعتبر الدنمارك من أكبر الدول الصناعية في أوروبا، قايمة على الاقتصاد القوي. البلد آمنة جدا ومثالية للعائلات، ومعدل الجريمة فيها تقريبا شبه منعدم. انت بتبقى مرتاح عشان عارف ان انت مش هتترمي في الشارع، الحكومة ممكن تساعدك. وعندهم ثقافة وكلمة معروفة جدا اسمها هجة. دايما في الشغل لما هتشتغلوا ببدوا ابن البلد عنكم. طبعا النهاردة بما اننا جايين نتكلم عن مميزات وعيوب الدنمارك، وهي البلد اللي أنا عايش ومقيم فيها بقالي سنين كتير جدا، فقبل ما نبدأ في المميزات والعيوب تعالوا أقول لكم نبذة بسيطة كده عن الدنمارك. الدنمارك هي بلد صغيرة فيها حوالي 6 مليون نسمة، وعاصمتها الجميلة كوبنهاجن. Copenhagen is a prominent tourist destination thanks to its unique blend of historical landmarks, fine dining, vibrant culture, convenient transportation. وبيزورها السياح من جميع أنحاء العالم على مدار السنة. في تكملة رحلة استكشافاتي في جزيرة بونهولم، وهي من أحلى جزر العالم يا جماعة من وجهة نظري. وطبعا الحاجة الأحلى اللي أنا أصلا علشانها جيت، إن أنا ماشي يا جماعة دلوقتي على رملة هي أنعم رملة في العالم. أنعم رملة في العالم. تعرفوا يا جماعة الرمل اللي هو بيبقى موجود في المدن السياحية، اللي بتلاقوا كده في أزايز فيها رمل وبيرسموا عليها اسم البلد، اسمك. وأنا بقى دلوقتي ماشي على الرملة دي بس ببلاش. بواجه صعوبة كبيرة جدا في المشي على الرمل ده بصراحة، لأن رجلي بتغرز جامد جدا. على ما بطلع رجلي وبتحرك بيبقى الموضوع صعب بصراحة. Denmark is renowned for its amazing tourist attraction. فيها تمثال بيزوروا الناس من كل أنحاء العالم، موجود في كوبنهاجن، وهو اسمه حرية البحر. It also boasts stunning natural landscapes and historic cities that blend heritage with modernity. أنا حابب أتكلم معاكم في موضوع مميزات وعيوب الدنمارك. ميزة رقم 1، التعليم والصحة والدراسة حاجة من أجمل ما يمكن في الدول الإسكندنافية ودول أوروبا عموما كلها ودول الاتحاد الأوروبي. Denmark prioritizes childcare through comprehensive education, healthcare and family support. أما النظام الصحي في الدنمارك فهو شامل ومجاني، وطبعا بتمويل من الضرائب. Ja, tak. Og så en lille fløde. Jo, tak. هم أساسيات حياة يا جماعة. الناس دي بقى متفوقين جدا، نديهم 10 من 10 و100% طبعا. وزي ما انتوا عارفين ان اللغة الرسمية في الدنمارك هي اللغة الدنماركية، بس معظم الناس بتتكلم انجليزي كويس جدا. ميزة رقم 2 يا جماعة، الشغل والعمل. والسؤال اللي دايما بيجيلي، يا علاء هل انا لو سافرت الدنمارك هلاقي شغل؟ يا جماعة الإجابة أيوة، طبعا هتلاقوا شغل. ليه؟ لأن الدول دي أصلا دول صناعية متقدمة قايمة على الاقتصاد القوي. وبتعتبر الدنمارك من أكبر الدول الصناعية في أوروبا، ومن ضمن الصناعات المعروفة بيها جدا هي إنها تعتبر من أكبر منتجي لحوم الخنازير في العالم كله. Start the day with Danish bacon. Swing through summer with Danish bacon. Tender roast gammon with Cross and Blackwell baked beans. Swing through summer with Danish bacon. فبالتالي عندهم طلب للعمالة غير متوقف. بس في حاجة، إياكم تصدقوا الكلام اللي موجود في صفح اليوتيوب والفيسبوك. الدولة الأوروبية إكس عايزة ناس من غير لغة ومن غير تعليم، وسافر أنت وعيلتك وهتاخد 5000 يورو. الكلام ده غلط. لازم تعرف إنك لازم تكون مهيأ، مش هيجوا يدوك فلوس كده لله، لأن دي بلد متحضرة. لما بتيجي تقول لك إحنا هنديك فلوس مقابل إيه؟ لازم يكون أنت فيك ميزة تضيف للبلد اللي أنت فيها. Mælk i firkantede papkartoner. Det er lidt dyrere. Det kan vi vende tilbage til, men det er nemt. والدنمارك من أكبر منتجي الألبان في أوروبا كلها، بتتميز بجودة عالية ومنتجات مميزة جدا. ندخل على الميزة رقم 3،
الامن والامان والراحه النفسيه. ممكن تلاقي الام والاب داخلين وسايبين ابنهم او بنتهم بره المطعم مثلا، بره البيت، عشان يقولك فريش اير، يعني ان هي تستنشق او يستنشق هواء كويس. البلد آمنة جدا ومثالية للعائلات، ومعدل الجريم فيها تقريبا شبه منعدم. الراحه النفسيه هنا انت بتبقى مرتاح عشان عارف ان انت مش هتترمي في الشارع، الحكومه ممكن تساعدك، البنك ممكن يساعدك، الاجراءات بسيطه وسهله. وعندهم ثقافة وكلمة معروفة جدا اسمها هجة. بالبلد كده عارفين لما بيبقى الجو برد عندكم في بلادكم العربية وبنقعد تحت الدفاية أو تحت البطانية، بنقولها بالمصري متقوقز، قاعد متدفي. هي دي نفس الثقافة عندهم، بس هم عندهم بيحترموا قوي الحتة دي، بيقعدوا قاعدة ويتفرجوا على التلفزيون أو يريحوا أعصابهم. المهم في الآخر إن دي ثقافة مهمة عندهم قوي وبيعبروا عنها بالكلمة دي. وهنا بقى هقول لكم العيوب، ونبدأ بالعيب رقم 1. دايما في الشغل لما هتشتغلوا ببدوا ابن البلد عنكم، بعتبره ميزة وعيب. ميزة لان هو ده ابن بلدهم يا جماعه، بيتكلم اللغه احسن منكم، هيفهمهم اسرع واكتر وهيحل المشكله في اي شغل اسرع من اي حد. عيب عشان خاطر انت ساعات هتحس ان انت يعني انا كان نفسي اخد البوزيشن ده، كان نفسي اشتغل في الحته دي، لكن بياخدوا ابن البلد الدنماركي قبليك، وده برضو حاجه تحترم ان ابن البلد رقم 1. على خلاف في بعض المجتمعات العربيه عندنا عقده الخواجه، اللي هي لما بيجي الاجنبي بره هو اهم واحسن من اي ابن بلد موجود عندنا. بس في حاجة، انكم لو ميزتوا نفسكم وتعلمتوا ودرستوا هتفلتوا من الموضوع ده خالص خالص. العيب رقم 2 يا جماعة، هنا اهو انت اول لما بتوصل بتاخد الاقامة غالبا 2 سنين، بعد كده بيدوها لك في 4، بعد كده بتاخد يا اقامة دايمة وبعد كده جنسية. الإقامة الدايمة بتبقى قدامك حلين، يا بتاخدها في 4 سنين يا بتاخدها في 8 سنين. ال4 سنين إن أنت لازم تخلص مدرسة اللغة، ولازم تكون بتشتغل ال4 سنين متواصل ما توقفش، ولازم تعدي امتحان كده اهو للتاريخ، تعمل حاجة للمجتمع الدنماركي مجانا زي حاجة تطوعية يعني تعملها. لو ما فيكش الشروط دي بتاخدها في 8 سنين. بعد كده بتقدم على الجنسية على طول تاني يوم بعد ما تاخد الإقامة الدائمة، والجنسية بتاخد سنة، سنة ونص، سنتين. ودي دولة اسكندنافية اسمها الدنمارك. جنبها بقى لازق فيها على طول السويد، ممكن تاخد الإقامة الدايمة في 2 سنين. طبعا ده كان حاجة غريبة وعجيبة، وبسبب ده في ناس كتيرة بتروح، اللي مثلا عايز يعمل لم شمل لعيلته بيروحوا يعملوا لم الشمل ده في السويد. فدي حاجة برضو كانت غريبة بالنسبة لي، ان دي كلها دول اسكندنافية، المفروض ان هم كلهم يكونوا قريبين لبعض في السيستم وفي النظام وفي الدنيا. ليه ما تاخدش الإقامة بتاعتك بسرعة طالما انت عندك سبب فعلا مقنع وصحيح يخليك تاخد الإقامة؟ في تكملة رحلة استكشافاتي في جزيرة بونهولم لقيت مكان كان لازم أروح وأزوره وأشوفه، أطول منارة في شمال أوروبا اللي هي بيتبعها السفن والمراكب والكلام ده كله. هي دي المنارة يا جماعة، اتبنت 1962 ودي أطول منارة في شمال أوروبا. دي طبعا بالليل بتبقى حاجة تانية، بتنور بشكل دائري كده، فبتخلي كل السفن وكل المراكب يتبعوها ويعرفوا إن دي مرسى ومكان منارة من أطول منارة في شمال أوروبا. ادونا لايك، سبسكرايب، اشتركوا في القناة يا جماعة. نهاركم زي الفل، بحبكم في الله. سلام عليكم.